هتاخد خطوة التسجيل في الدراسات العليا ديّة لازم تدرس اللي أنت الخطوة اللي أنت هتاخدها كويس. شوف نفسك أنت هتستفاد من الخطوة ديّة إيه، مثلًا هتعود عليك مثلًا بعائد مادي، بمكانة اجتماعية كويسة، في مثلًا شغل كويس، آآ في متطلبات سوق عمل متطلباته اللي هو مثلًا تاخد مثلًا ماجستير أو تاخد دكتوراه أو تاخد مثلًا دبلومات أو أيًا يكون قدامك. لازم تدرس ده كويس عشان معلش خطوة الدراسات العليا دي يا جماعة بتاخد وقت كتير، بتاخد وقت بجد، عُمر يعني عُمر بمعنى عُمر، ممكن تاخد لك 4، 5 سنين في ماجستير وممكن تاخد لك مثلًا دبلومة ممكن تقعد مثلًا في سنة. كل الحاجات ديّة لازم الخطوة اللي أنت تاخدها ديّة لازم تاخدها يعني مش أي كلام، لازم تبُص قدامك كويس وتشوف نفسك أنت هتستفيد، هتبقى عليك بعائد مادي عشان عمرك ما يروحش هدر. دي المشكلة في الدراسات العُليا بالذات في مصر يعني، والمشكلة الأكبر كمان اللي في بعض الكليات أو بعض الجامعات لازم بتكون أنت متفرغ. أنت لو مش متفرغ مثلًا في المرحلة ديّة عشان مثلًا بتحضر مثلًا محاضرات، بتحضر سيمينارات، سكاشن، كلام من ده مع الدكاترة، في بعض الدكاترة أو بعض الجامعات بيقول لك لازم تحضر. هو ده 100% في حضور، بس يعني بيبقى يعني ممكن بالحب زي ما بيقولوا كده يعني ممكن تروح يوم، مرتين مثلًا في الشهر، 3 مرات في الشهر، على حسب برضه الكلية أو حسب المكان أو حسب التخصص اللي أنت بتدرسه.